بما اننا بقالنا اسبوعين بدأنا دايت، فقلنا كده ما نجيب حاجه كده اللي هو نكمل شويه في الدايت بدل ما نبوظ في اليوم ده. ما خطرتش على بال حد. لا خطرت، احنا بنطلبها كل يوم في القهوه. فيلا نشوف كده اللي معانا ايه. بروتين شيك أكيد جه في ثانيه ب 1500 جنيه. كام ساعه بتاع ده اكسبايرد، ده اللي معلومتك يعني. تمام يعني. كل شهر هنحاول نعمل فيديو هيلثي عشان احنا برضو احنا فعلا بنحاول نعمل فورمه العيد الكبير. لا ما فيش فورمه حاجه، انا الاكل هنا بتاع خليه قربت اضرب. يا عم انا بحاول فورمه شهر. اتفرجوا على الفيديو اللي اول فيديو خالص دلوقتي بقيت بعمل كده، انت بتتسكل جنبي وانا بتسكل جنبك. البوكس المزيت من بره ومدهن. الزيت تحسه مش جديد، زيت دبر امن. جبنا من 6 اماكن فيليه مشوي فراخ فقط لا غير، معاه كل واحد فيهم حبشتكنات وكده. هنبص كل واحد جايب ايه معاه يعني ونشوف يعني واسعارهم والدليفري. يلا بينا على الفود كورت. مش عارف نمشي ازاي. الكراست نفسه من بره مش محمس قوي، بس كله هيبان في التيست يعني. محكمة، اهلا بيكم في الفود كورت. الحاتي جه في 30 دقيقة وكان ب 223 جنيه. بصوا يا جماعه، ميزان الاكل اللي معانا ده هنقيس بيه لو حد حابب يعرف الاكل ده بالظبط كام جراماته بالظبط. لو عايز يحسب كالوريز بالظبط لنفسه، بينزل الجيم ويحتاج وجبته تبقى حاجه معينه. مش لازم يعني بقى قبل التسويه بعد التسوية انا مش واقف على السيخ، موجود. فمش فارقه يعني. ده اللي موجود عشان بس يلا. تبقوا شايفين قدامكم كلير وواضح. الراجل ده مش فلوس عاليه. حاسس ان هو محتاج يجيب بتاع شامبو كتير عبد البلف في الحلقه اللي يقول لك بعد انا استخدمته اصبحت حياتي احسن بكتير، اصبحت على عيال. الحاتي مش قايل هو كام جرام، فده هيبقى كويس قوي انه معانا الميزان في اول واحده. وجاي معاه رغيف عيش وطحينه، معانا خضار سوتيه كده على الجنب، فلفل وفلفل الوان وجزر وكوسه وفاصوليا وبسله. هو مش خضار سوتيه حد، ده خضار شعبي. خضار سوتيه؟ لا دي مش فين البطاطس مثلا؟ عادي السوتيه بتاعه فاهم. سلق خضار يعني. هم تقريبا 3 حتت، واحده ميني وتحتها فرايز تحت. يعني اللي عامل دايت الفرايز مش هتبقى ألذ حاجه. اعتقد ممكن نغيرها برز. ممكن نغيرها برز يعني في فلكسبيتي، بس اتكلموا في التليفون بلاش طلبات عشان هيبقى الموضوع صعب شويه. انا كده دمرت طلبات في حاجات كتير على اساس ان في مليون واحد بيتابعني. انا مش حركه كده. اوه بقى في شعر يا جدعان بيتحرك. عامه بقى في شعر فعلا. لما انا بقول لك بيتطاير بس. احنا بعد ما وزننا الفراخ هي 150 جرام زي ما يطلع لكم كده الرقم. ندوق الحاتي. يلا. عالشك قوي. Why? I'm eating grilled chicken. برجليهم انت فاهم؟ سنه. انا بس في التتبيله مش مفهومه قوي. اللي بيعمل دايت ما ياكلش طحينه. بتكبر ايه الدايت اللي عامله ده؟ دايت البطاطس. ماشي، هي جوسي ميتها حلوه. ما خدتش يعني اللي هي بتبقى جوسي يا جماعه، بتبقى واخده وش على الجريل وبعد كده يشيلها. ايه ده؟ ايه؟ لما نخلص الفراخ طيب. عيل الجعان لسه راجع من الجيم. ده مسلوق بميه سلطه. طحينه حلوه. ما قلتهاش والله. الطحينه حلوه قوي. مشكلتها مع الفراخ انها يعني انت بتاكل من دي كذا واحده هتحس انك متضايق. مفيش تتبيله مش على طول معاك. هو سعرها 223، حاسه كتير شويه عليها. بس التتبيله مش عاجباني. سعره والكواليتي مش عارف. هو يعني مش عارف. لازم نجرب الباقيين ونشوف. لسه معانا 5 اماكن يعني. نشوف. يلا بينا نخش على اللي بعده. الدهان اللي ما اتفرجش على فيديو الحواوشي يكسب معانا الفيديو الحواوشي، يبقى هتلاقوه كده في اي حته طلع لكم الدهان ما كسبش. انت في حلقه ثانيه. انت اتفرجت على حلقه ثانيه. بتعمل دي في حته ثانيه. كان تمرين الظهر يا جدعان. الدهان جه في 100 جه في 175 جرام وهناك له وزنه 130 دقيقه. اوه يا تمرين الظهر جامده. حاجه في حياتنا. يلا الدهان يا جماعه ب 178 وجه في ساعه. هو قايل ان هو ربع كيلو. احنا هنوزن ونشوف. فهو برضو مش قايل قبل او بعد عشان ما نظلموش، يعني قبل التسويه ولا بعد التسويه. احنا هنشوف اللي معانا كام عشان الناس تروح الجيم بس مش اكتر. يعرف وجبتك هيبقى فيها قد ايه بالظبط كده. يلا بينا. الدهان يا جماعه بيجي معاه الفراخ طبعا، طحينه، رغيفين عيش ورز بسمتي. وده الكواليتي بتاعته اعلى وبينفع اكتر في الدايت. وشكله اللي هو معمول في ميه مسلوق يعني. مسلوق. وبعد ما وزناه طلع 230 جرام.
طعم حبهان باين صح؟ عايز حاجه الدهان كلها كده عامه. هو دايت قوي اللي هو مش حاطط حاجه، شواها بس. طب قيمه مقابل سعر مش عارف بقى. هو كتير وسعره كويس. بص انا اظن دايما لما بكون عامل دايت بص انت أوي بتاكل للطعم. وما بتفرقش بس لا يعني، بس الطعم مهم يعني، الطعم فرق مع دايت هيبقى احسن. فانا مش هروح اجيبه بصراحه. ندوق الرز بقى نفسه، وجبه دايت 100%. ده معمول ميه. يعني هي الطحينه الوحيده اللي لا، بس اللي مستني طعم قوي في الدهان لا، انت هتاخد فعلا قيمه غذائيه كامله بسعر قليل، كالوريز قليله، لا تخش انت ضامن ان مفيش زيت قوي في الرز، ضامن ده مفيهوش زيت. الطحينه ما تبقاش تاكلها مع الاوردر. بس يعني والجرامات بتاعتك انت عايز 250 جرام كويسه. هي تقريبا 250. بالظبط. نخش بقى على اللي بعده. تكه ب 210 جه في 35 دقيقه. احنا ما نعرفش يا جماعه لو ده مقاطعه، قولوا لنا برده في الكومنتس عشان انا مش عارفين. انا جمعت دلوقتي ان هو بيفتح جنبهم. هما بيقولوا ان هم جايبين 3 بيسز و1 سايد، في ممكن اوبشن 2 سايدز او 1 سايد، احنا اخترنا 1 سايد وجبنا رز، فيلا نشوف. ماشي. شويه جه معاه بوري بريد و3 بيسز اهو، والرز حواليه رز بسمتي غالبا مش معمول بميه، مش معمول بميه غالبا، وبيجي توميه، فهي دول مش دايت كده كده. ثانيه واحده. ثوميه. 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 فده بس البيسز شكلها كبير بتاعت الفراخ، هي 190 جرام لما قسناها. يلا نجرب طعمهم ونشوف. العيش البوري ده احنا جبناه جريلد، مش فرايد، عشان بس هو شكله برضو فعلا مزيت يعني. بحفر عشان اقطعها. تقطعها ازاي؟ في تتبيله التكه اللي انت متعود عليها دي بس عاديه. ممكن نقول حاجه غريبه شويه. هي اقرب لفراخ صينيه، مش عارف ليه. فراخ صينيه بتتعمل مع البطاطس دي. طعمها بيتي شويه. التوميه كده ندوق بيها. عايز ادوقها مع عيش، انا ما جربتش العيش ده قبل كده جريلد الصراحه. بوري بريد بالعربي بوري. دوق بالتوميه. التوميه بتاعتهم حلوه، معروف تكه من زمان. السالاد بار بتاعه اللي كنا بنروح دايما ناكل فيه. هو مش سوري على فكره، مش باين ان هو سوري، بس هو مش ده، بس هو حلو قوي. بس يعني تكه. ندوق الرز كده بس قبل ما نقول اي حاجه. بس عادي رز بسمتي طبيعي. لا الرز ده احلى رز فيهم كلهم. ولكن هو معمول بزيت برضه، اللي ما احبش يعني موضوع الزيت ده. معمول زيت خفيف. كارب ده كارب. كارب اللي هو شده ولا كارب؟ كربوهيدرات. كربوهيدرات. اوفرول الصراحه لذيذ. خش بقى على اللي بعده. ماشي. قصر مشويات جه في 50 دقيقه، ارخص واحد معانا ب 100 47 ظهر السبب اكيد. ده من انت 148 جنيه. نفتح ونشوف. المفروض ان هو ربع كيلو برضو. هنفتح ونشوف الوزن. يلا. احنا بعد ما وزناه كان 160 جرام. هو قال انه ربع، غالبا قصده قبل التسويه. وبيجي معاه رز بسمتي برضو تحته، شكله مزيت سنه لسه هنشوف. وبيجي معاه سلطه اللي هي ويسكي ورغيفين عيش. تعالوا ندوق ونشوف. انا بحب الويسكي الصراحه، فانا هبدا بيه. لا ويسكي. مواد محاره بقى، مواد محاره. مش جايب طحينه، بس هي شكلها بتقطع اسهل. حاجه حلوه هنا. بابريكا بتحط على نفس الجريل اللي بتحط عليه بقيه الحاجات. الفرايد تشيكن واخده من طعم الكباب، واخده من طعم الكفته. طعمها حلو. هي طعمها حلو، بس اتمنى ما يكونش يعني ده الطريقه يعني. معرفش بقى، بس هي تتبيلتها حلوه. دوق الرز بقى نفسه. في حاجه سبايسي صح؟ الفراخ نفسها سبايسي. باين على لونها. دوق الرز كده. انا حاسس ان هي بابريكا. ايه ده الرز حلو قوي. عشان مزيت بس وحلو كده ومنعنش في زيت خرابه. السالاد دي بتقول ايه اصلا؟ السنه دي انت سمعتش كان بيعمل ايه؟ السنه دي بعد ايه يا اسطى؟ سلطه حاره. جامده. انت شربتها ازاي؟ خلي بالك الويسكي دي. ايه؟ تلاقيها ده عالي يعني. دي حموضه ليها. ايوه عليك خبور دي. بصوا انا شايف ان قصر النشويات احلى واحد فيهم لحد دلوقتي بصراحه. كتتبيله كسبايسي من نفسه. برضو خلي بالك احنا برضو ظالمين حاجات احنا طلبناها مش سبايسي. بس لا هي دي مش سبايسي. الفراخ نفسها حلوه يعني، في طعم شوي كده. لذيذه. تتبيله حلوه قوي. خش على اللي بعده. بون ابيتي عامل التشيكن بلاتر كده ب 210 وجي في 45 دقيقه. ممكن تكتبوا لنا في الكومنتس كده، هل ما زلتوا بتجيبوا بون ابيتي ولا لا؟ يعني انا من الناس بصراحه يا اخوانا اللي بطلته. مش عشان حاجه حلو. مش عشان حاجه يعني، حاسس ان هو تو بيزك ان انا اجيبه يعني. ما حدش بيروح ياكل فيه كتر الافتكاسات يعني. كبلاتر يعني. الاكل النادي حلو بصراحه. الاكل النادي حلو. هو مدلع الدنيا الصراحه، بس هو مش وجبه هيلث دايت.
142. هم دلوقتي جايبين حتتين 140 جرام، بيجي معاه فرايز كده على الجنب وفلفل مشوي وعليه شويه كده بقدونس معلومات بسيطه ويل بريزنتد بصراحه، يعني اظن لو في المطعم يبقى لذ. بيجي معاه عيش كده فينو وهو مقطعه على جنب. العيش بتاعه فعلا حلو، انا على دقته عشان انا بحب عيش بون ابيتي. يلا ندوق بون ابيتي. مش جاي معاه صوصات، مش جاي معاه حاجه. المشكله في السكينه يا جماعه والله، محتاجه بس شارب. ناقصه ملح، ممكن يكون في هنا، ممكن يكون في ملح هنا. شوف انا بصراحه ما بحبش حته ان انا اللي محتاج ازود الملح دي. يا تظبط لي الحاجه في ملح، بس انا ما بحبش كده. بس ماشي يعني هعمل كده يمكن يفرق في طعمه، بس انا ما بحبش كده. هي هتيجي بس في الاذواق سنه. انا واحد ماليش في الملح قوي في الحاجه. سول باي مش عايز تاركش في الملح. ما تحط على البطاطس عشان عليهاش ملح. بالمناسبه احنا دونا البطاطس وهي ما عليهاش ملح، لكن هو بون ابيتي دايما كده بيجيب لك الحاجه. انا عايز بس واحده بملح كده عشان ما اظلموش. عامة ما اطلبوش بصراحة، بسعره غالي وعادي. لو انا عايز انبسط باكله عادي ممكن اجيبه، لكن انا لو انا في دايت وجيم وبتاع بصراحه مش هفكر في بون ابيتي. هو برده مش بتاع مشاوي، هو بتاع يمكن نوادي وحاجات كده اكتر، عائلي. بتعمل فيها حتى اعياد ميلاد وحاجات زي كده. بيسيرف ساندوتشز بسيطه. انا يعني مش عاجبني فكره حتى العيش الفينو مع المشويات مع الفرايز اللي هي الرفيعه اللي بتتقدم جنب فاست فود غريبة. جنب الفلفل في ايه يا عم. اكتر في سندوتشات. هو انا بحب الشامبيون بتاعه الصراحه. انا بحب الحاجات دي يا عم. احنا بقينا هنا اسمه ايه؟ كوردون بلو. بجد قولها تاني. كوردون بلو. كوردون بلو. طب حبه مفيش اون كوردون دي اكورديون. كوردون بلو يا جماعه بالفرنش. كوردون بلو اللي سيئوا ليه خرج حاجه كوردون بلو. نخش على اللي بعده. بريجو ب 190 جه في 50 دقيقه و 150 جرام. فيليه بريجو يا جماعه. جاي معاه عيش تورتيه، مش جاي عيش بلدي، ومعاه عيش شامي. جاي معاه عيش شامي يا جماعه، اعذروا جهلي وتوميه بتاعتهم برضو التوميه بتاعتهم والفيليه يا جماعه احنا ما وزناه طلع 220. هو الراجل قايل لي في التليفون 150 قبل التسويه. في حاجه غلط، يا اما حط واحده بالغلط يا اما حائن. باين حاوي باين قوي حجم الفراخ والتتبيله. هنشوف. يلا ندوق كده. يلا قوي. بتقطع بسلاسه ومليانه وتخينه. مليانه وتخينه. هي دي ما فيهاش زيت. ما فيهاش زيت. انا هكسبها دلوقتي من غير ما اخش حته. غريبه جدا ان ما فيهاش زيت. المفروض لا هي فيها شكلها فيها سبايسي سنه بس ده السيزنينج. الضعف في ابها صوري فيها شوكه زي المزيت شويه زي الايه. بس هو حلو، اللي هو حلو قوي اللي احنا دقناه. مش فاكر اسمه اصلا، مشويات تقريبا. لا اللي قبليه في برضه لو خدت بتدي يعني سبايسي شويه يعني نص الفلايه خضراء. طبعا الفراخ دي تحفه. حد يدوق تكسب من غير ما اخش حته. احنا مش هنخش في الكورت يعني الموضوع غالبا تاني حلقه وما دخلناش في الكورت بصراحه. اللي فات كله عادي بالنسبه لدي. 190. لا يا جماعه يعني احنا يعني خلينا نلم الحاجه ونقول لكم الدنيا فيها ايه. بس هو انتوا عارفين مين اللي كسب خلاص يعني. بس هنلم الحاجه ونقول لكم الدنيا فيها ايه. يلا. فكره فود كورت من الاول ان انت بتدخل اتنين في مقارنه عشان تبقى محتار بينهم، فبتحاول تحط بقى البرايس مع الكواليتي مع الدليفري مع البورشنز مع كده يعني. بالظبط. حطهم في محكمه عشان نعرف نكسب حد. ما كانتش محتاجه قوي. وبريجو كان كسب واضح وصريح باكتساح. سقفه لبريجو. رزه يمكن كان عادي ككواليتي عاديه، مش احلى واحد في اللي دقناهم. كان في اتنين قبلهم حتى دقناهم لما شوفوا الفيديو. بس البورشنز انت جايب حتتين فراخ 220 جرام مع 190 جنيه بس. فاحنا شايفين بريجو كقيمه وسعر وهتاخد كل حاجه مقابل انك تبقى في الجيم ومعاك توميه لذيذه ممكن ما تغيرها بطحينه. على فكره عندهم الاوبشن لذيذ قوي. هو انتوا لو دخلتوا عامه طلبت الحاجه هو بيقول لك ان هم قطعتين وبتاخد معاهم رز مش عارف. هم القطعتين هو بيقول ان هو 150 قبل التسويه، لكن هي فعلا طلعت 220. حاجه جباره يعني. انا ما اعرفش هل ده ممكن يكون غلطه بقى من حاجه، فيها غلطه من حاجه يعني. مش عارف هل ده حظنا حلو ولا هو طالع كده. بس فعلا حتى لو 150 يا جماعه فهي الوجبه اللي 190 220. هي الوجبه اللي 190 دي فيها 220 جرام. لازم نبقى عارفين حتى لو لكم 150 يعني. كده احنا خلصنا الفيديو. خلص. ما تنسوش تعملوا فولو، سبسكرايب،
لايك كومنت. زادوا الفولورز، هل زادوا؟ زادوا، عندنا وصلنا 1000. احنا 1000 نحتفل بال 1000 هنا في عمرو بيلا يا اسطى مصر الكلام دي. في 1000 واحد لو 150 واحد لا لا شحاته بنت حاجه. لو فيديو عجبك دوس لايك. اللايكس بتساعدنا ان احنا نوصل لناس اكتر ونوصلها لناس اكتر. والكومنتس بتفرق. حاولوا ان احنا نوصل ل 200 لايك للفيديو ده ان شاء الله. 150 يا ابني انت بتزود دلوقتي. يا ابني 150 عشان توصل للنجاح. انت عايز اسمع يا ابني. عايز ورق عنب اجيب لك؟ لا ده انا هحاول على عيب فيه برضه. اسمع يا ابني. فكرة انا بس اللي عارف الحوار ده. ايوه انا عارف. يلا نسابقكم في الحلقه الجايه. سلام عليكم. سلام عليكم. دي جديده. سلام. سلام.